وعرف اخرتها شويه فلوس، اللي يستحل يشيل. كالميراث انت ما تعرفيش، استحلوا خليه يشيل. اتكلمت عني انت ما تعرفيش، احنا احسن من السيده عائشه ولا ايه؟ ما تيجي نجرب نسامح. وخدي بالك المسامحه بيتاثر بيها صاحبها قبل الاخر، لان احنا لما بنسامح الناس اللي ظلمونا احنا اللي قلبنا بيصفى، مش شاغله نفسي بيه، انا بعبر له عن ان انا مش شايفاك اصلا. طيب تحبي ان ربنا ينتقم منه؟ لا لا لا، ولا يفرق معايا اصلا، انا مع الله. اول ما توصلي للمرحله القلبيه دي انت بترتاحي راحه نفسيه وبتبقي مع الله بس، وربنا سبحانه وتعالى بيدافع عنك وبيوريكي بعينيكي، بس انت ما تبقيش عايزه تشوفي. ظلموكي وعملوا وقالوا عليكي، وبعد كده تشوفي فيهم حاجات، هتلاقي نفسك ما بتفرحيش، بتدعي لهم الله يصرف عنهم اللي هم فيه، لانك وصلتي لمرحله تانية، لا عايزه تنتقمي ولا تشوفي في حد شر ولا في دماغك كل ده. ربنا بيعوض وبيدي وبيجبر الخاطر وبيراضي، بس انت سامحي لوجه الله، هو مش هيضيع عليك تعب. مكالمه تليفون ابتغاء وجه الله، ابتغاءك انت يا رب. نعصر علينا شويه ليمون ولو انه غالي ونقول يا رب ابتغاء وجهك، انا عايزاك انت اصلا، ليت الذي بيني وبينك عامر. ونسال الله عز وجل ان يبلغنا رمضان واحنا مغفور لينا، ولا ترفع لنا صحائف الا صحائف بيضاء، ولا نلقى الله الا بقلب سليم.